في حكايات بنسمعها ونضحك وبنقول دي إشاعات، دي خرافات، مين هيصدق الكلام ده؟ بس في وسط الزحمة والضوء والصوت في حاجات بتحصل محدش بيتكلم عنها تحت الأرض، في شبكة من الأنفاق والمجاري، في سر مدفون من سنين، سر ساكت بس لما المطر بينزل بيصحى، واللي بينزل تحت مش دايما بيطلع. تعالوا بينا نبدأ حكايتنا، بس قبل ما نبدأ ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس علشان يوصل لكم كل حكاياتنا اللي جاية. يلا بينا. القصة دي كانت مكتوبة في دفتر قديم بخط ايد شخص واضح انه كان بيترعش، حتى الحبر سايح من الرطوبة. بيقولوا ان في اعماق احياء محافظة القاهرة وتحت رجلينا على طول في حاجة محدش عايز يتكلم عنها. الناس بتضحك، لكن لما تسمع كده لحد ما المطر ينزل كتير والصوت اللي جاي من تحت الأرض ما يعديش كصوت مية وخلاص. من فترة طويلة، وقت ما كانت الدنيا غير دلوقتي وكان ينفع تجيب أي حاجة من أي مكان، عيل غني من التجمع جاب تمساح صغير، جابه من أسوان، حيوان أليف كده يتمنظر بيه. الأول كان الموضوع مضحك لحد ما التمساح كبر وبدأ يعض بجد. ساعتها أهله قرروا يتخلصوا منه ورموه في الحمام، بس التمساح ما ماتش، فضل عايش. وتحت في متاهة المجاري والمواسير والكيماويات اللي بتنزل من المصانع التمساح اتغير، بقي ضخم أقوى من العادي، وبعض الناس بتقول إنه بقى أذكى من العادي. ومع الوقت الناس بدأت تختفي، ناس محدش بيسأل عليهم، في الأول شحاتين، عمال صرف، أو حتى ناس نازلة تشوف حاجة من باب الفضول. ونفس القصة بتتكرر دايما، بيختفوا من غير أي أثر، وساعات يسيبوا وراهم حاجات بسيطة زي خوذة مكسورة أو كشاف مغروس في الطين أو تسجيل مشوه تسمع فيه صوت مش طبيعي. أنا بحكي لك ده لأن كنت أعرف كريم كان زميلي في الجامعة بيدرس صحافة، كان عايز يبقى كاتب مشهور عن طريق إنه يكتب قصص ويصور أماكن رعب حقيقية. كان فاكر إن الحكاية دي كلها هزار، لحد ما قرر في ليلة كلها مطر ينزل بكاميرته علشان يصور ويكتب قصة. المطر وقتها كان بينزل كأنه طوفان. قلت له يستنى، حذرته، بس هو ضحك وقال لو مت على الأقل هتشهر والفيديو هينتشر ويكسر الدنيا. نزل من فتحة المجاري ومعاه كشاف وموبايله وكاميرته، واختفى لمدة أسبوعين. ولما الشرطة دورت عليه ما كانش موجود غير شنطته وجواها الكاميرا ولسه شغالة. أنا شفت الفيديو مرة واحدة بس. كريم كان بيتنفس بسرعة وهو ماشي في نفق ضيق، وفجأة وقف. سمعنا بعدها صوت خطوات، مش خطوات بني آدم، كانت عاملة زي صوت ضخم بيغرس في طينة مبلولة، كأن في حاجة تقيلة بتمشي في المية. وبعدين ظهر نور ضعيف من بعيد كأنه عينين بتلمع. الكاميرا اتهزت، كريم وقع، سمعنا صوت زمجرة، وبعدين سكت، ضلمة، وصوت حاجة بتكسر عظمه. جثته عمرها ما ظهرت. من ساعتها في مناطق المجاري اللي فيها الحكومة سدتها باللحام والخرسانة
حتى عمال النظافة الكبار بيرفضوا يتكلموا، بس لو قعدت مع حد فيهم لوحدك ممكن يقولك بصوت واطي لو لقيت غطا المجاري بيترفع وينزل كأن في حاجة بتفور تحته ابعد فورا، ولو سمعت خبط جاي من تحت رجلك اجري. وفي النهاية في قصص نهايتها معروفة، وفي قصص عمرها ما بتتقفل، زي قصة كريم اللي نزل يدور على الحكاية وبقى هو الحكاية. لو لقيت غطا المجاري بيتحرك، لو سمعت خبط جاي من تحت، ما تقفش، ما تفكرش، ما تصورش، اهرب قبل ما تبقى انت الفيديو اللي جاي. وبكده تكون خلصت حكايتنا. مننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس علشان توصل لكم كل حكاياتنا اللي جاية. سلام.